لو بتتعلم برمجة أو حتى بتسمع عنها لأول مرة، أكيد سمعت حد بيقول أنا شغال فرونت إند أو أنا باك إند. طب يعني إيه الكلام ده؟ تعال أقولك ببساطة من غير وجع دماغ. البرمجة بتتقسم لحاجتين: فرونت إند وباك إند. يعني ببساطة في جزء بيشوفه المستخدم وجزء وراه بيحصل في الكواليس. مثال بسيط: تخيل إنك داخل مطعم، المنيو، الكراسي، الإضاءة، الجرسون، ده الفرونت إند. المطبخ، الطباخين، إعداد الأكل، ده الباك إند. أنت كمستخدم بتشوف المنيو وبتطلب، بس مين اللي بيجهز الأكل؟ المطبخ، اللي هو الباك إند. الفرونت إند، الفرونت إند هو الجزء اللي المستخدم بيتعامل معاه، اللي بيشوفه بعينيه، زي الصفحة، الألوان، الأزرار، الصور، الخطوط، الحركات، وحاجات تانية كتير. وبيشتغل بلغات زي HTML و CSS و JavaScript. لو عايز تتعلم لغة HTML هسيب لك قائمة التشغيل في آخر الفيديو. وطبعا في مكتبات وأدوات زي رياكت وبوتستراب وغيره كمان. ندخل على الجزء التاني وهو الباك إند. الباك إند هو الجزء اللي ورا الكواليس، وهو اللي بيتعامل مع قاعدة البيانات، بيفهم طلب المستخدم، بيجيب له المعلومة وبيبعتها له. بيشتغل بلغات زي جافا، نود دوت جي اس، بايثون، و PHP. وبيستخدم كمان قواعد بيانات. الخلاصة: الفرونت اند هو الشكل اللي بتشوفه، الباك اند هو اللي بيخلي كل حاجة تشتغل. الاتنين مهمين، واللي بيتعلم الاتنين بيتقال عليه full stack developer. لو فهمت الفرق اكتب لي في الكومنت فهمت. ولو حابب اشرح لك ازاي تبدأ تتعلم فرونت اند من الصفر، سيب لي في الكومنتات. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان نكمل مع بعض. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ما تبخلش عليا باللايك والكومنت الجميل، ويلا بينا نبرمجها صح.